السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللي ما يعرفنيش انا ام نور، حلو وحادق. هنعمل مع بعض النهارده صوص الكراميل بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنعمل الباستري كريم فانيليا وشوكولاته. نصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. إيه معايا هنا؟ طبعا الباستري كريم بيتعمل اصلا بصفار 3 4 صفارات، لا انا هعملهولك ببيضه كامله. والله ما فيش اروع من كده. يعني هيعجبك جدا، مش هتفرقيه عن الباستري اللي بالصفار الكتير. بحط كل المكونات فوق بعض الا الزبده، الدقيق على اللبن على البيضه على رشه الملح، وبقلبهم كويس جدا لحد ما يستوي. لازم الخليط ده يستوي كويس. انا هنا بقلبهم على البارد، بفك اي تكتلات من الدقيق زي ما انت شايفه كده. ده ضروري لانك لو ما عملتيش كده هتفضل التكتلات موجوده لو رفعتي على النار. بفكه كله كويس وبعدين برفعه على النار، وايدي فيه مش بسيبه على نار هاديه لحد ما ينعم خالص ويتخن. خلاص تخن كده تقل تمام. بحط مكعب الزبده، بس بقلبه تقلبتين لحد الزبده ما تسيح، وبفضيه في بوله وبغطيه بكيس كده عشان الوش بتاعه ما ينشفش، ودي حاجه مهمه. هنا نفس الكلام هنعمله في نفس الحلة، بس هنزود مكعب الشوكولاتة اللي هو 125 جرام علشان يبقى باستري بالشوكولاتة. نفس الكلام انا بحط هنا اسانس الحليب بدل الفانيليا. حبيتي انت تحطي فانيليا مفيش اي مشكلة، بس انا بعشق حاجة اسمها اسانس حليب، ويا ريت تجربيها مش هتندمي. بس بدوب هنا برضو الصوص بتاعي تمام، بحطه على او الكريمه بتاعتي خلاص تمام استوت وغلت وتقلت. بنزلها من على النار، بحط الزبده وبحط المكعب شوكولاته، وهما بيدوبوا معاه. بتقلبي تقلبتين كده وبتسيبيهم هما بيدوبوا مع السخونيه. تمام. بفضي برضو في بوله وبغطي وشه، وهو يدوب يستهدى بس، وبغطي وشه على طول عشان ما يعملش قشره مش حلوه. هنا انا بعمل صوص الكراميل. دي كوبايه كبيره من السكر بحطها. طبعا ايدك مش بتخش جوه مش بتقلبي السكر ده خالص، يعني انتي بتسيبيه لحد الحروف بتاعته ما تبتدي تكرمل كده. في الحالة دي كده امان، بتدخلي ايدك وبتبتدي تقلبي السكر بتاعك قبل كده يكرمل منك، ما ينفعش تقلبيه. بحط مكعبين كبار من الزبدة، بخلط الكراميل بتاعي كويس جدا. على فكرة هو يعني يمشي نفس الطريقة دي، لو تقلتيه سنة كمان بتمشي معاكي توفي الكراميل. بس احنا عاملينه هنا كصوص عشان انا هحشي ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هعمل دوناتس، وهحشي الدوناتس بيه والاكلير واي حاجة عايزة تحشيها. ممكن تورت، ممكن جاتوهات. هنا معانا كوباية اللبن، ومعايا معلقتين كبار من الكريم جانتيه. عايزه تحطي معلقه ومعلقه نشا مفيش مشكله، عايزه تحطي المعلقتين نشا مفيش مشكله، عندك وش لبن حطيه، عايزه تحطي كريمه طهي زي ما يعجبك. طبعا كل ما بتحطي كريمه كل ما بتبقى طعمها احسن وافضل، بس والله في الحاله دي برضو كريم جانتيه بيغني وطعمه حلو قوي قوي. انا عامله النهارده صوصات بطريقه اقتصاديه وسهله وطعمها جميل جدا. بس بتقلبيه تقلبتين لحد ما يغلي. خلاص تمام استوى كده تمام. بنزله برضو في بوله وبغطيه. انا شلتهم في التلاجة، وتاني يوم الصبح طلعت الكراميل ده وضربته ضربة بالمضرب. طبعا الباستري خلاص هو جاهز، مش هتضربيه ولا اي حاجة، هو جاهز وناعم على الحشو على طول. انما الكريم كراميل لازم بعد ما يبرد تمام. وبيته في التلاجة. انتي لو محبيش يعني مش عايزه تبيتيه في التلاجة مفيش مشاكل، بس لازم يبرد خالص يعني. بس انا ضربته هنا ضربتين كده بيفتح معاكي شويه، وبيبقى جاهز للحشو على طول. وحاجه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.